اهلا بيكم في قناة ماما ناني. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة سهلة وبسيطة، هي الطحال بالبصل والكزبرة. ان شاء الله هنعمل منها وصفة سهلة وتنفع سندوتشات، تتاكل جنب ترشي، سلطة طحينة، سلطة زبادي، او تتاكل جنب مكرونة. انا السندوتشات الطحال بالشكل ده، ادي بالشكل ده. انا هحشيها وابدا احط عليها هنا سلطة طحينة او السلطة الخضراء كده. وهنا ان شاء الله قبل بس ما نبدا في الوصفه، اتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمل لايك وشير للقناه. يلا بينا نبدا في الوصفه. ودلوقتي نبدا في تنظيف الطحال. هنمسك كده الطحال، هنبدا نشيل الجلده اللي على الوش دي بالشكل ده، اسحب فيها، اشيل القشره اللي عليه شويه وشويه، بس بالراحه بالراحه عشان اسحبها بالراحه كده، اسحب بالراحه حته حته صغيره لحد ما هتنضف. ابدا اسحب كده، اوسع بايدي كده بالشكل هذا. بالراحه اضغط بايد كده، الايد التانية تسحب، ايد تضغط على الطحال كده والايد التانية تسحب كده. لحد القشره كلها ما تطلع، وبعد كده هغسله. الايد التانية برضو عشان انا عشان ميبقاش الطحال هنا ريحته فيها زفارة او اي حاجة. خلصنا اول وش، ناخد على الوش التاني برضه. رجبته وادي بعد ما شلت القشرة ابدا املحه كده، نشيل الزفارة اللي فيه. هنا نشيل الزفارة، نشيل الباقية كده ما طلعتش من الناحية دي، نفس الحكاية من الناحية التانية برضه. اغسله بالملح وابدا احط له ميه اغسله، وبعد كده اشيل الملح اللي كده. احاول اغسل غسله نظيفه بس بحيث ان ما اخليش فيه اي بواقي جلد ولا اي حاجه. بس كده الجزء ده كده هيتشال. بس هبدأ فيه هنا وانا بنضف فيه احط ميه سخنه، واحط فيها بصله وحبهان وفلفل اسود، كاني بالظبط كاني هعمل شوربه بالظبط. هسيبكم هنا لغايه ما اكمل ده. بعد كده وادي بعد هنا ما نضفته هبدا احط بصله في ميه مغليه، واحط فيها نصين حبهان، واحط فيها حبه ملح وفلفل اسود التوابل بتاعتنا، وابدا احط هنا ادي شكل الطحال بعد ما نضف. هنا هبدا احطه هنا يغلي لحد ما اسلق، لحد ما يستوي، وبعد كده اشوف هنعمل بيه
جربت اجيب كمية من السمن واحطها في البوتاجاز واحط فيها حوالي نص كيلو بصل مبشور كده، وابدا اشوح البصل ابدا اشوح البصل كده بالشكل ده تشويحه خفيفه دول المضيف عليه هذه المرتاح. ابدا اشوح شويتين كده لحد يعني لونه كده يبقى ابيض فاتح يعني اصفر فاتح كده. بخلي هنا بقطعها بالشكل ده مكعبات صغيرة. حوالي نص كيلو بصل أو بصلتين كبار. شكل التيبل كده وبدأ يبقى شفاف. أبدأ أضيف عليه الدقيق أبدأ أقلبهم شوية مع بعض من 5 دقايق. ابدا اقلبهم كده واضيف لهم الملح والتوابل بتاعتي. والاكله دي بتعتمد على الكزبره، كميه الكزبره كبيره، الكزبره الناشفه كميه كبيره من الكزبره الناشفه بالشكل ده. ابدا ارشها عليها بالشكل ده، يعني كل ما كتر الكزبره كل ما يكون احسن. نبدا اقلبها لمده 5 دقايق بس كده لحد ما يتشبعوا مع بعض. اضيف الملح والتوابل بتاعتي وبعد كده بالهنا